أهلا بيك معانا النهاردة منحة ممولة بالكامل وبتقبل الطلاب من جميع دول العالم، وكمان بتاخد راتب شهري كويس جدا، وبتدرس في المجال اللي انت عايزه وفي أكتر من 24 جامعة، وكمان هتقدر تدرس بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو دبلومة كمان. فلو انت مهتم خليك معانا وانتظر مفاجآت كتيرة. اهلا بيكم، معكم عبد الرحمن ابراهيم، وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح طريقه التقديم على منح للدراسه في السعوديه. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان التقديم على منح للدراسه في السعوديه اسهل بكتير من اي دول تانية. كفايه اصلا انك هتدرس في دوله عربيه، ده لوحده كفايه. المهم خلينا نخش في الموضوع. بالنسبه لاول حاجه معانا، وهي ان اي منحه هتقدم عليها داخل السعوديه ايا كانت ايه، مش هتقدر تقدم عليها الا عن طريق حاجه واحده بس، وهو برنامج ادرس في السعوديه. وطبعا هسيب لحضراتكم اللينك بتاع البرنامج ده في الوصف واول تعليق. عايز اقول لحضراتكم ان دي المنصه الوحيده اللي هتقدر من خلالها انك تقدم على منح السعوديه. اي منحه بقى، ان كانت بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، اي حاجه، دي المنصه الوحيده اللي هتقدر تقدم من خلالها على منح السعوديه. المهم انا حاولت على قد ما اقدر اسستم لك الموضوع كده وارتب لك الاسئله اللي بتدور في دماغك ونجاوب عليها. انا سستمتهم وان شاء الله هنجاوبك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك. بالنسبه لاول سؤال، الدوله اللي انت هتدرس فيها، طبعا المملكه العربيه السعوديه. بالنسبه لتاني سؤال، المدينه اللي انت هتقعد فيها. المدينه اللي انت هتقعد فيها دي بقى يا سيدي بتختلف على حسب الجامعه اللي انت هتدرس فيها. والله انت قدمت مثلا في جامعه في الرياض، يبقى هتقعد في الرياض وهتدرس في الرياض. والله مثلا انت قدمت في جامعه وليكن في المدينه، هتقعد في المدينه. قدمت في مكه، هتقعد في مكه. فالمدينه اللي انت هتقعد فيها دي بتكون على حسب الدوله او الكليه اللي انت مقدم عليها، وعلى حسب الكليه اللي انت مقدم عليها وبتتقبل بتروح بقى المدينه دي وتدرس. بالنسبه لثالث سؤال، ايه الدول اللي متاح لها التقديم؟ طبعا متاح التقديم لجميع دول العالم، وانت عارف الكلام ده لان اصلا دوله السعوديه متاحه المنح لجميع دول العالم. بالنسبة لرابع سؤال، ايه هي الجامعات اللي متاح التقديم عليها داخل السعودية؟ طبعا متاح التقديم على 24 جامعة داخل السعودية، هقولهم لك سريعا كده. اول حاجة جامعة الملك سعود، تاني جامعة جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن، تالت جامعة البحة، رابع جامعة جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، خامس جامعة جامعة تبوك، سادس جامعة جامعة جازن، سابع جامعة جامعة الملك فيصل، تامن جامعة جامعة الملك خالد، تاسع جامعة جامعة جدة، عاشر جامعة جامعة الملك عبد العزيز، الجامعة ال11 جامعة حائل، الجامعة ال12 جامعة شقراء، الجامعة ال13 جامعة طيبة، الجامعة ال14 جامعة نجران، الجامعة ال15 جامعة أم القرى، الجامعة ال16 جامعة حفر الباطن، الجامعة ال17 جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الجامعة ال18 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة 19 جامعة الجوف، جامعة 20 جامعة الطائف، جامعة 21 جامعة الحدود الشمالية، جامعة 22 جامعة القصيم، جامعة 23 جامعة المجمعة، جامعة 24 جامعة بيشة. بالنسبة لخامس سؤال معانا، وهو أنواع المنح داخل السعودية. احنا عندنا في السعودية 3 منح: منح ممولة بالكامل، منح ممولة جزئيا، منح مدفوعة يعني غير ممولة نهائيا. بالنسبة لأول نوع معانا من المنح، وهي المنح المجانية الممولة بالكامل. المنح دي من مميزاتها إن يحصل فيها الطالب على كامل المزايا مع إعفاء كامل من أي التزام مالي. تاني نوع من أنواع المنح معانا وهي المنح الجزئية، يحصل فيها الطالب على بعض المميزات ولكن يكون بالدفع نسبة صغيرة جدا من المبلغ. تالت نوع معانا من أنواع المنح وهي المدفوعة الغير ممولة، بتكون الدراسة برسوم مالية وفق متطلبات الدراسة وقواعد الجامعة. كل الفلوس اللي الجامعة بتبقى طالباها انت بتدفعها من على حسابك. بالنسبة لسادس سؤال معانا، هو ما هي مميزات منح السعودية؟ أول ميزة معانا وهي راتب شهري. تاني ميزة تذاكر السفر ذهابا وإيابا على المنحة. تالت حاجة الإقامة مجانيا على المنحة. رابع حاجة التأمين الصحي. خامس حاجة كل الرسوم الدراسية بتكون على المنحة. سادس حاجة رسوم التسجيل للجامعات بتكون على المنحة. بالنسبة لسابع سؤال معانا، وهو ايه هي الشروط اللي يجب ان تكون متوفرة في الشخص اللي بيقدم على منح السعودية؟ يعني لازم يكون فيا ايه وايه 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 علشان
اتقبل في المنح دي وما يكونش في اي عائق واقف قدامي. بالنسبة لأول شرط معانا وهو أن يكون عمر الشخص اللي بيقدم على المنحة أكتر من 16 سنة. يعني لو عنده 16 سنة عادي، 16 سنة فيما فوق. تاني حاجة أن يكون الشخص اللي بيقدم على المنحة مطلع جواز السفر. منح السعودية مشترطة أن يكون معاك جواز سفر. تالت حاجة بتقدم تقرير طبي يبين سلامتك من الأمراض المعدية. التقرير الطبي ده بتجيبه من التأمين وبتجيبه سهل. رابع حاجة تصديق الشهادات والأوراق المثبوتة من قبل الجهات اللي تحددها المؤسسة التعليمية. يعني يتأكدوا من صحة الأوراق دي، ما تكونش جايب أوراق مضروبة يعني. بالنسبة لتامن سؤال معانا وهو ميعاد التقديم على منح السعودية اللي هي من خلال تطبيق أو برنامج ادرس في السعودية. أول حاجة منح السعودية بتفتح من 7 سبتمبر إلى 7 ديسمبر، وانت برضو هسيب لك اللينك في الوصف واول تعليق. اتأكد لان الميعاد بيتغير كل سنة. احنا كده خلصنا كل التفاصيل اللي هتدور في دماغك بالنسبة لمنحة السعودية، ولو احتجت اي حاجة برضو اكتب لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. بالنسبة بقى للنقطة الاخيرة دي اللي انا هكلمكم فيها، دي نقطة اخوية، يعني مش هتلاقي ناس كتير بتحكيها لك، ونقطة هتفيدك انت وعن تجربة. انت علشان تقدم على اي منحة ايا كانت ايه، بعيدا بقى عن منحة السعودية، مثلا منحة الحكومة التركية، المنحة المجرية، ايا كان بقى المنحة اللي انت تقدم عليها بقى بكالوريوس ماجستير دكتوراه دبلومة ايا كان، لازم تبقى عارف انك علشان تتقبل وتكون مختلف عن كل اللي بيقدموا معاك، يكون انت فيك حاجات او عملت حاجات غيرك ما عملهاش، وتكون مثلا معاك اوراق انت في شخصيتك في حاجات مش عند غيرك. ما انت مثلا ولكن منحة السعودية تلاقي بيقدم عليها ملايين مليارات، ليه هيختاروك انت بضمن الناس دي كلها؟ يعني انت فيك ايه علشان يختاروك رغم الناس دي كلها مقدمة معاك؟ ايه اللي هيخلوهم يختاروك يعني؟ فانت تفهم من كده ان لازم يكون فيك حاجات مش عند غيرك. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك الكلام ده اتقال لي من المدير او الناس نفسها اللي هم بيطلعوا المنح وعارفين الاسرار والخبايا بتاعت كل المنح. قال لي علشان تتقبل بسهوله في اي منحه بقى ايا كانت ايه بقى، امريكا اوروبا ايا كان، انت لو رجعت كده في القناه بتاعتي وشفت الفيديوهات اللي انا عاملها، انا شارح الكلام ده بالتفصيل، وهسيب لك برضو لينك فيديوهات في الوصف اول تعليق هتساعدك في الكلام ده، ولكن انا هقول لك اختصارا. يعني في 4 حاجات لازم يكونوا متوفرين فيك علشان تكون مختلف عن غيرك وتتقبل بسرعه. اول حاجه واهمهم والوحيده الوحيده 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 اللي مهما قلت فيها الوحيده، هقول من هنا لبكره، اللي دي يعني شوف الحاجه الوحيده اللي اول حاجه بيبصوا عليها بيقولوا هناخد ده او مش هناخد ده، دي اول حاجه واهم حاجه، وهي درجاتك في المدرسه. ايا كنت بقى في ثانوي في كليه مخلص، اهم حاجه واول حاجه بيبص عليها درجاتك في المدرسه، وشرح الكلام ده بتفصيل بفيديوهات هسيبها لك في الوصف واول تعليق. تاني حاجة وهي يعني انا مش عايز اديها اكتر من حجمها، ولكن يعني عاوز اقولك ان انا مرتبهم لك على اساس الاهمية، يعني دي اهم في الاهم في الاهم في الاهم. اول حاجة درجاتك في المدرسة. بالنسبة لتاني سر معانا وهو التطوع، لازم تكون متطوع وثابت ده بالشهادات اللي انت هتقدمها في التطبيق بقى والبرنامج اللي انت بتقدم عليه ايا كانت، لازم تكون حاطط شهادات تطوع وثابت ده. تالت سر معانا اللي هو اللغه الانجليزيه، لازم اللغه الانجليزيه عندك تكون حلوه، مش هقول لك انت بتتكلم زي امريكا بقى والمتحدثين الاصليين وكده، لا، لازم تكون بتعرف على الاقل تفهم كلام اللي بيكلمك وتحاول ترد عليه، وتكون اللغه منطقيه في عقلك، مش بتتكلم بطلاقه بس اللغه منطقيه في عقلك. بالنسبه للرابع سر معانا والاخير وهو improve yourself، طور نفسك باستمرار، يعني تكون شخص يعني شخصيتك دول ان انت فعلا بتتعلم وبتطور من نفسك وثابت ده على نفسك. فدول ال4 اسرار اللي هيساعدوك تتقبل في اي منحه ايا كانت ايه بسهوله وبسرعه عن غيرك. والكلام ده مشروح بتفصيل جدا 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 مبسط وجميل في فيديوهات يعني على القناه هسيبها لحضراتكم في الوصف واول تعليق. واخيرا اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وسلام.